الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهارده يا جماعة أنا بفرجكم على عظمة، بفرجكم على شياكة وحاجات لله الحمد يا جماعة مش هتلاقيها بره ولا جوه. هوريكم يا جماعة شوية شغل، حاجة من الممنوعات. دي طبعا ترابيزة، وانتوا عارفين ان اخوكم مدحت ابو غابة الاستاذ الراقي ما بيسيبش حاجة يا جماعة الا لما بيعمل فيها اماكن سرية، ولله الحمد بتبقى حصر يا جماعه ومش هتشوفها بره ولا جوه، لان لله الحمد بنعمل افكار من دماغنا، وربنا مدينا مخ يا جماعه بنقدر نوظفه صح، ونقدر نطلع افكار لله الحمد ننافس بيها الدول اللي بره. الحمد لله احنا مش اقل من اي حد، وعندنا افكار وننافس بيها كمان الخارج، ولله الحمد ما بنقلدش حد، كله من دماغنا. وزي ما بنقول يا جماعه في البدايه والنهايه، البدايه للجميع والاستمرار للابطال. هفرجكم يا جماعه على حته ترابيزه فيها 4 اماكن سريه، لله الحمد يا جماعه اي حاجه تتخيلها حطها بقى، شيلش هم حد ياخد باله من حاجه ولا الكلام ده، هتبقى متامنه تامين من النار، واللي عند ابو غابه مش عند حد. خليكم معانا، فاصل سريع ونرجع مع بعض تاني بعد الانترو. اوعوا تروحوا في اي حته، يلا. الرحيم. زي ما انتم شايفين يا جماعه دي ترابيزه، ماشي، ترابيزه وفيها 4 اماكن سريه. دي ترابيزه انتريه زي ما انت شايف اهو، الدرج قدامك اهو، تمام. ده درج عادي بتفتحه وتقفله. طبعا ده بقى تحط فيه شوكولاتات، تحط فيه اي حاجه للضيوف، مش هيبقى فيها اي مشكله ولا اي حاجه. بتبقى انت قاعد مثلا عند الضيوف، بتروح جاي بالراحه كده بتفتح الدرج مثلا الدرج فتح معاك، عايز تفتح المرحله الثانيه، بتروح حاطط كده يا جماعه المغناطيس الحصري ابو غابه الاساس الراجل، تلاقي برضه يبقى معاك الجزئين يا جماعه. حط اللي نفسك فيه كله وانسى ان حد يقدر يجيبه. شلت المغناطيس هتفتح تلاقي المكان اللي ورا اتلغى، تعمل كده تلاقي برضه المكان اللي معاك زي ما انت عايز. بقى معاك حاجه سريعه عايز تحطها الكلام ده، ماشي، هتلاقي كل حاجه بتتحط فيها، وتحط اللي انت عايزه، يبقى قلبك زي الحديد ومحدش هياخد باله منها. دي الحاجات السريعه، يعني ان انت مثلا تبقى ايدك قريبه منها يعني، تمام. وزي ما انت المغناطيس تلاقيها اشتغلت معاك بالشكل ده. نقفل الدرج ده كده خلاص، مش عايزين منه حاجه. دلوقتي بقى جاي لكم يا جماعه في الحاجات اللي بقى الممنوعات، الحاجات بقى الجديده الحصري لله الحمد اللي انا بوريه لكم ده مش هتشوفوا ولا بره ولا جوه، ومش هتلاقي اللي عند ابو غابه الاستاذ الراقي. بس قبل ما اوريكم الافكار دي، يا ريت لو عجبكم تدعمني باللايك، اشتراك في القناه، وتفعيل الجرس. يلا اما افرجكم عنها. زي ما انت شايف ده كده يا جماعه، اول دي طبعا الترابيزه اهي قدامكم. فكر لي كده 5 كده مثلا، يعني الاماكن اللي انا بقول عليها دي، ده انت لو عايز تحط حاجات كبيره هتتحط، يعني حاجات طويله كبيره تتحط، اللي انت عايزه كله تحط. اي حاجه، حاجات مهمه، دهب، اي حاجه تحطها وانسى ان حد يقدر يجيبها، تمام. الترابيزه قدامكم اهي. فكر كده يكون مثلا فيها تاني، نوريكم بقى ونفرجكم على الجمال والحلويات. زي ما انتم شايفين يا جماعه، بنيجي هنا بالوضع ده، بنفك المسمار ده، تمام. وادي المسمار ده كمان يتفك، تمام. المسمار ده بالمناسبه يا جماعه برضو بيتعمل له تريكه، هوريها لكم في اخر الفيديو، لازم تشوفوه عشان بنخفيه. خليكم معانا لاخر الفيديو، هفرجكم على حاجه جميله جدا. زي ما انت شايف الرجل دي يا جماعه بتتشال بالشكل السهل خالص ده، بتروح عامل كده، تلاقي الرجل دي اتشالت كده يا جماعه، ولا كأن كان في اي رجل. بص بتتحط وبتتشال بكل سهوله وبكل بساطه. ايوه بص يا جماعه، ولا في اي مشكله ولا في اي حاجه تضايقك ولا فيها اي مشكله. هتمشي كده اهو، عايز تركب تاني هتركب بكل سهوله وبكل بساطه، لان بنهتم يا جماعه بالتفاصيل وبنهتم بالشغل. الراجل الصنايعي الصح يعمل لك اي حاجه تتخيلها، تمام. واحنا عندنا في مصر يا جماعه دكاتره نجاره، مش نجارين بقى، دكاتره نجاره. زي ما انت بتشوف عادي، نفتح، تمام. نيجي بقى للجمال والحلويات، نفتح، حط ايدينا كده. طبعا في هنا بيبقى كالون بس لسه بعد التشطيب. تفتح كده يا باشا، تلاقي بالصلاه على النبي طلع لك الوضع ده يا جماعه، غويطه اهي قدامك. بص يا جماعه، تفتح وتقفل قدامكم كده زي ما انت شايف، بنفتح ونقفل بكل السهوله. وزي ما انت شايف الرجل يا جماعه، بص معموله بطريقه عبقريه، بتفتح رجل تتشال وتتحط بكل السهوله، ولا هتضايقك ولا اي حاجه. بص اهي، بص الرجل بتتحط ازاي، بشوات يا جماعه، شغل 10 على 10 بحاجه من الممنوعات.
ونيجي بعد كده يا جماعه زي ما انتم شايفين الوضع ده بيركب فيه هنا ايه كالون، بيركب قصدي مقبض عشان تشد منه. تفتح كده تلاقي الجمال والحلويات دي، الجمال والحلويات. تمام. طبعا بقى عندك حاجه مهمه، عندك سلاح، عندك اي حاجه طويله بقى عايز تبعتها الناس اللي في الشرطه تحطها زي ما انت. المهم كله اهو كده. انا وريتكم كام؟ واحد وادي اتنين، فاضل تلاته. تمام، تلاته اهو. تضغط ضغطه هنا كده وتروح عامل كده. بص فتحت لك هنا ايه بقى؟ بقيه المكان ده كله. بص بقيه دراع اهو، بقيه دراع كله اهو. بص دراعي كله دخلته جوه ولسه يعني. بص انا مدخل قد ايه اهو. بص يا جماعه ده كانت داخله لغايه فين. بص يعني معاك يا جماعه بعمق الترابيزه دي كلها. الناس بقى اللي بيقولوا مثلا، في واحد اسمه الاستاذ محمد كان كلمني، لو هو متابعني، كلمني عنده راجل بيشتغل في الصيد والقناص والكلام ده، يعني راجل صياد وعنده سلاح مرخص. كان طالب مني برضه حاجه زي كده، يعني هتحط فيها السلاح بتاعك الطويل بالمنظار بدنيتها كلها، هتتحط وهتتقفل عليها. انسى ان حد يقدر يجيبها. دي طبعا لو انت عايز تامن جامد هتحط ورا يا جماعه وتروح جاي قافل على ديت بالشكل ده كده. خلاص اتقفلت. عايز تفتحها تاني ضغطه كده وتروح جاي شاددها كده اهي. ماشي اهي. نقفل نفتح اهو. سهله وبسيطه خالص اهي بالتاتش بتاعها طبعا، لان تلاقي التاتش برضه اهو. بص تكه والتاتش بيفتحها لك نص فتحه لان هي معموله بمفصله ايطالي. تفتح كده يا جماعه تلاقي فتحتها معاك وجابت لك العمق كده. وزي ما انا بقول لك العمق كبير وغويط، يعني حط اللي نفسك فيه كله. تروح جاي قافل كده وقافل يا باشا. حاجه جميله وحاجه من الممنوعات. نيجي دلوقتي بقى على ايه؟ الحاجات بقى اللي هي مثلا ايه، فلوس، اوراق مهمه، دولارات. دلوقتي انا وريتك اهو. تخيل كده الجزء الثالث في الرابع في ايه؟ الرابع بقى ابو غابه الرصاص الراقي برضه، لان يا جماعه بنعلي وبنعلي وبنعلي. خليك معايا لان هتشوف عند ابو غابه شويه حاجات وافكار جديده مش هتشوفها لا بره ولا جوه ابو غابه الرصاص الراقي. بس لو انت لسه معايا مش خساره فيها ان تدعم ابن بلدك باللايك واشتراك في القناه. تعالى افرجك على الحلويات. بص 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 بص. كفايه كده. حط اللي نفسك فيه كله. رص بقى يا باشا دولاراتك. رص بقى مثلا ايه كل اللي نفسك فيه. دولاراتك بقى، دهب، الحاجات المهمه، الحاجات الغاليه عندك كلها. رص يا باشا لغايه ما تزهق. يعني بص المسافه قد ايه. رص لغايه ما تزهق. هترص يا باشا اللي انت نفسك فيه كله وتريح دماغك يا باشا. وتروح جاي بعد ما تخلص تروح جاي اهو قافل يا باشا كأن الوشاط متقشط يا باشا. مفيش اي حاجه ولا حد داري باي حاجه ولا حد عارف ان في حاجه هنا. نفتح كده ونقفل كده. بص الجمال، بص الجمال، ولا فيها اي مشكله ولا اي اعاقه ولا اي حاجه. نزلت بقى عملت لايك. طب عملت اشتراك في القناه وانت بتتفرج كده. طالما الحاجه عجباك اعمل اشتراك في القناه ولايك. ده لو انت عاجبك المحتوى اللي احنا بنقدمه. مش عاجبك مفيش مشكله برضه. بس انا ان شاء الله هخليك تقتنع وتتفرج عليا، لان هفرجك على حاجات مش هتشوفها ان شاء الله وتتبسط منها جدا. وزي ما انت شايف شفت الحته دي عند حد قبل كده. اتحداكم ان حد يجيب لي حد عامل ترابيزه بالجمال والحلويات دي. كل الاماكن السريه يا جماعه اللي بتشوف اماكن تقليديه، تقليديه. مش هتشوف اماكن سريه بالحرفيه دي يا جماعه. ولله الحمد مش هتشوفها بره كمان ولا جوه. تمام. نقفل بقى كده ونيجي نوريكم التركه دي بتتقفل وبتختفي ازاي. زي ما انت شايف انا بركب التركه بتاعتي اهي بشكل بسيط خالص اهو. بص ركبتها قدامكم اهي. ركبتها قدامكم يا شباب زي ما انتم شايفين. تمام. بعمل ايه بقى؟ بجيب طبعا البصمه الجميله بتاعتي دي عشان لازم انخفي الايه مكان المسمار. وبروح جاي عامل كده. ما انا ممكن احطها كده لكن انا برده لازم نامن. دي حاجه لازم نامن عليها كويس. بروح جاي رابط المسمار بتاعي كده اهو. اتربطت يا باشا انساها. مسماري كده اتربط. احط برده البصمه اليمه الثانيه واروح جاي عامل كده. خلاص دي كده انساها، انساها نهائي بقى. نقفل بقى بصمتنا كده. ماشي. تمام. ادي البصمه هنا اتقفلت وادي البصمه هنا اتقفلت.
كده البصمه اتقفلت شمال واتقفلت يمين. انسى بقى ان حد ايه، طبعا نفس البصمه اللي راكبه هنا ونفس اللي راكبه هنا هيركب برضو نفس المكان هناك في اليمه الثانيه، ان هي هتبقى شكل ديكوري، مش هتبقى لها اي شغل ولا اي حاجه خالص. تمام؟ وبكده يا جماعه نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. يا ريت لو عجبكم الافكار اللي بنقدمها او المنتجات اللي احنا بنعملها او الافكار اللي بتشوفوها عند ابو غابه الاساس الراقي، تدعموني باللايك والاشتراك في القناه واعمل مشاركه. وزي ما بنقول دايما البدايه للجميع والاستمرار للابطال يا جماعه، ويا بخته لشغل ابو غابه يكون من بخته. سلام.